إسقاط الطائرة المسيرة تصعيد ضروري أم خطوة محفوفة بالمخاطر؟ في خطوة أثارت العديد من التساؤلات، أعلن الجيش الجزائري إسقاط طائرة مسيرة قتالية تركية الصنع من طراز أكينجي بالقرب من الحدود مع مالي. وبينما لم يتم تحديد الجهة المالكة للطائرة بشكل رسمي، فإن الحادثة فتحت باب النقاش حول تداعياتها السياسية والعسكرية في منطقة الساحل، حيث تتشابك المصالح الإقليمية والدولية. أبعاد الحادث: حماية للسيادة أم خطوة تصعيدية؟ الطرح الأول: ضرورة الرد لحماية الأمن القومي. يرى المدافعون عن قرار الجزائر أن أي اختراق لمجالها الجوي من قبل طائرة مسلحة هو انتهاك واضح لسيادتها، وبالتالي فإن الرد العسكري كان مبرراً تماماً. الجزائر التي تمتلك أحد أقوى الجيوش في إفريقيا لطالما أكدت أنها لن تتهاون مع أي تهديد قد يقترب من حدودها، لا سيما في ظل تزايد الاضطرابات في مالي المجاورة. إضافة إلى ذلك، فإن الجزائر لطالما لعبت دورا رئيسيا في الوساطة بين الحكومة المالية والمتمردين الطوارق، مما يجعل أي تدخل أجنبي أو نشاط عسكري غير منسق في شمال مالي مصدر قلق بالغ. يرى البعض أن الطائرة المسيرة قد تكون جزءا من عمليات عسكرية في المنطقة، وربما تمثل تهديدا غير مباشر للاستقرار الجزائري، وبالتالي فإن إسقاطها كان خطوة استباقية ضرورية. الطرح الثاني: تصعيد قد يؤدي إلى توتر إقليمي. على الجانب الآخر، هناك من يرى أن هذا الحادث قد يساهم في تعقيد العلاقات بين الجزائر ومالي، خاصة أن الأخيرة لم تؤكد أن الطائرة تابعة لها، لكنها اعترفت بفقدان إحدى طائراتها المسيرة في نفس المنطقة. إذا كانت الطائرة بالفعل تابعة للجيش المالي، فقد تعتبر السلطات في باماكو أن إسقاطها عمل عدائي، مما قد يؤثر سلباً على العلاقات بين البلدين. كما أن الجزائر سبق أن أبدت مخاوفها من وجود مرتزقة روس من مجموعة فاغنر في مالي، والذين يعملون حالياً تحت مسمى فيلق إفريقيا لدعم الجيش المالي. في ظل هذه الظروف، فإن أي تصعيد عسكري قد يؤدي إلى مزيد من التعقيد في المشهد الإقليمي، وربما يفتح الباب أمام مزيد من التدخلات الخارجية. البعد الجيوسياسي: تنافس القوى في الساحل. يشهد إقليم الساحل تحولات كبيرة في التحالفات السياسية والعسكرية، حيث أصبحت مالي أكثر ميلاً نحو روسيا وتركيا، في حين أن الجزائر تحاول الحفاظ على دورها كلاعب إقليمي رئيسي. النفوذ التركي المتزايد في المنطقة من خلال تصدير الطائرات المسيرة إلى مالي ودول أخرى يضع الجزائر أمام تحد جديد، خاصة مع تراجع نفوذها التقليدي في بعض دول الساحل. إضافة إلى ذلك، فإن وجود مرتزقة فاغنر في مالي يعتبر مصدر قلق جزائري، لا سيما بعد الاشتباكات العنيفة بين القوات المالية والمتمردين الطوارق، والتي أسفرت عن خسائر فادحة. الجزائر التي سبق أن أحالت ملف فاغنر إلى مجلس الأمن الدولي ترى في تزايد النشاط العسكري في المنطقة تهديداً مباشراً لأمنها القومي. ماذا بعد؟ السيناريوهات المحتملة: زيادة التوتر بين الجزائر ومالي. إذا اعتبرت مالي أن الطائرة تابعة لها، فقد يؤدي ذلك إلى توتر دبلوماسي وربما إجراءات مضادة، مما قد ينعكس سلباً على استقرار المنطقة. تعزيز الدور الجزائري في الساحل: قد تستخدم الجزائر هذا الحدث كذريعة لتعزيز وجودها الأمني والعسكري على الحدود، وربما إعادة ضبط سياستها الخارجية في التعامل مع الأزمة المالية. إعادة تقييم العلاقات الإقليمية: من الممكن أن يؤثر هذا الحادث على العلاقة بين الجزائر وروسيا، خاصة إذا تبين أن موسكو تدعم بشكل مباشر العمليات العسكرية المالية التي قد تؤثر على الأمن الجزائري. هل قرار حتمي أم مغامرة؟ يبقى السؤال مفتوحاً. هل كان إسقاط الطائرة خطوة ضرورية لحماية الأمن القومي الجزائري، أم أنها قد تؤدي إلى مزيد من التصعيد في منطقة تعاني أصلاً من عدم الاستقرار؟ هل تعتقد أن إسقاط الطائرة كان قراراً صائباً لحماية السيادة الجزائرية، أم أن الأمر كان يمكن حله بطرق دبلوماسية أكثر تجنباً للتصعيد؟ كيف ترون مستقبل التوازن الإقليمي في الساحل في ظل هذه التطورات؟